النهاردة رحنا كارفور وقلنا نعمل جولة هناك ونشوف ايه الأحوال. رحنا لقينا تخفيضات على حاجات كتير هنشوفوها مع بعض. جولتنا جولة جميلة النهاردة هتستفادوا منها كتير. حبايبي المتابعين، قبل ما نبدأ جولتنا ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انتوا جداد معانا وأول مرة تشوفونا وتشوفوا جولاتنا جولات اسكندرانية. زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي في كارفور اسكندرية. أول حاجة لاحظناها إن كارفور فاضي خالص، مفيش ناس، مش زحام زي ما كان بيبقى. طبعا تقريبا لغلو الأسعار، لكن كارفور عامل تخفيضات كبيرة جدا. بصوا زي ما احنا شايفين الشيبسي 69 جنيه. هنا بقى اللبن جعينة ب35. بصوا كارفور فاضي خالص. هو في ايه اللي بيحصل؟ أول مرة كارفور يبقى كده، وبالذات في التوقيت ده، توقيت دخول رمضان. رمضان خلاص على الأبواب. ده في الأيام العادية كان بيبقى كارفور زحمة. دخول رمضان وكارفور فاضي، بصراحة الناس عندها حق، الحاجة غالية قوي. هنا بقى في تخفيض على عصير بيور. بكام بقى؟ ب30 جنيه. هنا مكرونة روجينا زي ما احنا شايفين ب29 جنيه. بصوا في منها جميع الأشكال، يعني أي شكل بتدوري عليه أو أي رسمة من مكرونة بتلاقيها هناك. هنا بقى مكرونة لمتنا بكام؟ هنشوفه دلوقتي. مكرونة لمتنا جميلة جدا ب23 جنيه. ده بلح اللي هو يعني شبيه للعجوة. بكام بقى؟ ب22 جنيه. بصوا عامل تخفيضات على حاجات كتير، بس مش زحمة. كان بيبقى زحمة كتير عن كده زي ما احنا شايفين. طبعا في العطارة هنا بقى ده سوداني متحمر ومتقشر لحشو بقى الكنافة، الربع ب22. وهنا البلع التشيني المجفف ده زبيب زي ما احنا شايفين. الزبيب ده مصري، الربع ب22 جنيه. بس بصراحة حلو جميل وممكن تدوقيه.